السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكايتي لكم اليوم ولا أغرب من الخيال. بالحق من أغرب. بحق باش تسمعوها، لا فيها جريمة قتل لا فيها حتى شيء. اما حكايه ما نعرفش هل انه هذه يصدقها العقل ولا لا. تنجم تكذبوها وتنجم تصدقوها. انا واحده من الناس ما نعرفش هل انه حقيقه ولا كذب، الله اعلم. انا ديما نشرش على جرائم القتل، واللي لاحظته كان فما جريمه قتل جديده تسمعوا تتفاعلوا معاها وتتبعوني بالكدا، وتتبعوا يعني اي وسيله اعلام تهبطها تلقى اقبال من العباد باش تتفرج. كان حكيت حكايه قديمه، كل برشا حكايه اجرام ولا برشا صايرين في تونس، وليت ما عادش نحكيهم، نقول هكا سمعوهم قبل يعني ما تلقاش تفاعل برشا من المشاهدين. المهم، اختي سروره بعثت لي الحكايه هذه، هكا كل واحد يبعث لي نقول لكم. كي تبعث لي واحده اخت سميره جراد نقول لكم هذه بعثتها لي سميره جراد. هذه سروره العسوله اختي بعثت لي، قالت لي هاي فما حكايه كانت تحب تحكيها. قلت لها احكيها على شنو؟ قالت لي تي 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 تي. حكيتها لي الكل. قلت لها امبوسيبل، هذه بالحق ولا مسلسل ولا؟ قالت لي لا والله راهي حكايه حقيقه. وبعثت لي يعني وسائل الاعلام. هذه الحكايه هذه باش تجينا من المغرب، هي صارت في ليون في فرنسا. اما آه الضحيه من المغرب. باش علاش باش نقول لكم ضحيه وهي من جريمه قتل. قلت لها شنو؟ قالت لي باش نبعثها لك وراهم هابطينها وراي المغرب كامله مقلوبه على الحكايه هذه، والله اعلم هل انها حقيقه ولا بلا بلا بلا. كهو يعني عباد وسائل الاعلام تحكي في حكايه كاذبه، والله اعلم. باش نحكي لكم انتم قولوا لي هل انها صحيحه ولا غلطه. جبدوا على لابيسين، هم يقولوا لابيسين، احنا بالفرنسي، اما هم يقولوا لابيسين. وقعت الحكايه هذه في اللابيسين. فما وسائل اعلام قالوا عمرها 8 سنين، بلاي عمرها 8 سنين، فما قالوا 10 سنين، فما اللي قالوا 12 سنه. المهم عدينا تصاور، عدينا لابيسين ولابيسين. البنايه مشات، هما مغاربه يعيشوا في فرنسا، مشات للبيسين باش تعوم. نبسطوها احنا نقصوها. كان مشات للبيسين باش تعوم كيما الصغيرات برشا، ماشي زوج صغار من البحر. وهي ديت سبحان الله ديما ربي حاجه اللي الحاجه الطبيعيه خير. الحاجه اخزر ربي يعني خالق البحر وتعوم فيه الاف العباد. البيسين قداش يعوموا فيه؟ كان كثرت 50 70 نقولوا 100، خاصه صغار هما ما يبداوش برشا. البحر تعوم فيه آلاف مئات الملايين، يعني نفس الماء ويتقلبوا. وما الحمد لله انسان يمشي يبرى. ساعات واحد يقول نمشي للبحر باش نداوي روحي. برشا عباد كيما انا في نابل في الشتاء، في الشتاء الشاتي يمشيو يعوموا في الماء البحر. يقول لك باهي يعني. هاو نروحوا حتى في الاوروب يبدا في الشتاء يصبوا على، يبدا نهار ثلج ويصبوا على رواحهم سطل الماء بارد. اول ما كنت هنا في نابل كان ولدي صغير والله نتذكروا كيما جافي. اما نهار دافي ما نمشيوش مره ونهار يبدا الدنيا كيما نقولوا بارده وانت تمشي ترمي روحك في الماء. لا تخيل الطقس يبدا باهي كي معتدل، وانت يبدا شتاء ما الطقس يبدا باهي معتدل. نتذكر ولدي صغير والله، هذه طرفه صارت قبل ما نحكي لكم عن الحكايه البنيه هذه. ولدي الصغير مشى مع صحابه، مشى للبحر نهار الشتا. يا ودي ما تمشيش. قال لي لا يا ماما، هم الوالديه قالوا لي راهو باهي ودواء. قلت خلينا نمشي معاهم. مشاو والحمد لله لاباس. خي راجي احنا ماناش نوابليه يعني ما نعرفوش الحكايه هذه. عندها 15 سنه تالي. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم. أه راجلي كي سمع بولده مشى يقول لك خليني نمشي. وقتاش يختار نهار بارد بارد. بالي باش نحكي لكم، قال لي باش نمشي للبحر. يا ولدي يهديك ربي، راه من الوابليه ما يمشيوش في نهار بارد. قال لي لا. قالوا لي نهار البحر باهي في الشتاء. حاسيلو شنو نحكي لكم. كان نهار نقول لك نسيتها، قرة العنز ولا شو اسمها هذيك، ويمشي للبحر. حاسيلو خلي وقت رميت روحي في الماء سخب روحي، خلي قلت ما عادش نخرج، خلي كورونا ربي حتى في مخي. حاسيلو مرض قريب يموت لنا. وقت بقى يكون شهر هو طريح الفراش. هذه من باب الطرفه. حاسيلو لازم تختاروا نهار اللي تمشوا فيه للبحر. بالحق البحر في الشتاء باهي. المهم البنيه هذه مشات للبيسين كيما قلت لكم. انا علاش جبدنا على البحر وعلى البيسين؟ على بلي داووه البيسين ديما مش كيما البحر، كان الماء مالح ومن ربي يعني ما شاء الله ديما حاجه اللي طبيعيه ديما تبدا خير. المهم البنيه هذيك كيما قلت لكم انا باش نمشي معاك اللي قالوا عمرها 8 سنين ولا 10، انتم اختاروا اي عمر. المهم زاد صغيره، هي من 8 نص النهار من 8 ل 12 سنه مازالت صغيره. لا حول ولا قوه الا بالله. عامت في البيسين تفردت مع صغيرات، عملوا جو، كملوا كهو باش يروحوا. تبشكرت ملي مرحوا في الكهرباء
واحوالها متدهوره، وتقول لامها كرشي كرشي توجع فيا. حاسيلو رحت للدار حملت لها كيما نقول امها تيزان على اساس باش ترتاح، لكن البنيه ماشيه والحاله نتاعها تدهور. هزاو للسبيطار داو التحاليل والتحاليل، فما واحد اخرين قالك لا ملي وصلت اكتشفوها، ما نعرفش كيفاش اكتشفوها، هذه كذبه. اما انا نمشي معاكم نحاول نقولها. قالك بداو يعملوا في التحاليل شنو لقاو البنيه شنو عندها. البنيه حامل حبلة، كما احنا باللغه التونسيه حبلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي كيفاش هما شكوا كي هي باش يلقاوها حبلة باش يقولوا عملت علاقة. نورمالمون هذاك هو وحدة تحبل فما علاقة جنسية ما بين ذكر وأنثى باش يتكون الحمل. ولا برشا تقولوا ليش بك تحكي، ما باش نحكي والله للتوعية باش الناس ترد بالهم. احنا والله بكري كي كنا صغار وحتى كي يعني سبايا كل كي نمشيو الحمام تبدا امنا ما نعرفش انتم كيفنا ولا لا، ديما تقول لك صب الماء على عندو كان وماء بارد، فما ناس تصب ماء سخونه. ما احنا انا واحده من الناس ديما امي تقول لي رد بالك صب الماء البارد على وين تقعدوا ديما صب الماء، خاطر الحمام يكونوا رجال ديما الصباح بعدين العشيه تبدا فما نساء حمام النساء العشيه ديما كنصبوا على النظافه. زاد البنيه هذيا قال لهم راهي كي جاو يعديو عليها باش يشوفوها هل انها يعني فما شكون قاعد يعشر فيها، خاطر راهم نشوفوها مع عمليه الاغتصاب وبرشا حاجات. قواهم مازالت البنيه عذراء، يعني تصوروا بنيه مازالت عذراء وحامل. وبالظهر شنو اسمها وراني نقرا في لي كومونتير، انا راني باش نقول الاسم وكهو مانيش باش نحكي حتى شيء. تصور بنيه شنو اسمها مريم، مغربيه واسمها مريم ومازالت عذراء وحامل. كي جاو يشوفوا يلقاوها تعدى كل هذاك السائل المنوي نتاع الله اعلم شكون هو، والله بيسين صغيرات ما نعرفش كيفاش فيه سائل منوي وتعدى للبنيه هذيك. وهو راهو ساعات يبدا فما بيسين ويبدا من كبار للصغار، ماكا من هنا جهه الصغار ومن الجهه الاخرى تبدا جهه الكبار. هذاك عمل الحمل للبنيه والله اعلم، لا حول ولا قوه الا بالله. بقيت نقرا في لي كومونتير خاطر انا قبل من اي قضيه نقراها ديما نقرا لي كومونتير نتاع العباد نشوف ردة فعل العباد. فما شكون قالوا لا راهو بعد اكتشفوا ان هي كي كانت حبلة في امها حبلة بها في كرشها، امها حبلت بتوأم وفما توأم جا في كرشها هي وبقى هكاكا، وهي التوأم الثاني يعني هي واحدة من التوأم والتوأم الاخر جا في كرشها وظهر كونش من بعد والله اعلم. قاعدين تو مازالت يعني الحكايه مازالت كي صارت في فرنسا وهي من بنت مغربيه كيفاش حامل. نتذكر زاده مماتي والله حكايه تجبد حكايه تقول جماعه قبل ما عادش انتم الكل تعرفوا الحكايه ولا يقول لك عندها الراقد. الراقد يعني في كرشها. نساء قبل مش كيما تو ما تنطليش على الرجل. واحده يكون تعمل بعد ما يموت رجلها بسنين ولا تطلق ولا حاجه تقعد قاعده هكاك، وبعد كي تعمل علاقه مع راجل اخر وتحبل كي يقولوا اش بيك حبلت كيفاش تقول لهم عندي الراقد. يعني فما صغيره ياخذ في كرشي ووقتها تحايرك يمر ذكر ويصدقوها والله. تقول لك اليوم ماتي تبدا تحكي لي والله نتذكرها تقول لي لا ورث بنتي فلانه الفلانيه قبل مسكينه عندها الراقد الرقد هذاك الصغير، بعد ما قلقتك الراقد هذاك فاق حبلت بيه وتولد راه لاباس. زاد البنيه هذيا ربي مسكينه ردوا بالكم على صغيراتكم. انا والله حبيت نحكي الحكايه هذيا، هي مش حكايه مؤسفه. كيفاش بنيه هذيا عمرها 8 سنين وتوصل الحبله كيفاش باش يتعاملوا معاه، كيفاش بنيه مازالت صغيره والكرش نتاعها باش تكبر. لا حول ولا قوه الا بالله. نتذكر زاد علاش قلت لكم السائل المنوي، السائل المنوي هكايا انا كان ما غلطتش. واني باش نقولها برشا بيحبوا يسبوني المني. السائل المنوي هذاك حيوانات هي منويه يمكن تخرج. تردوا بالكم من اي مكان تمشيو حتى فك تواليتات نتاع كي يمشيو مثلا باش تمشي المحطه ولا حاجه ردوا بالكم. ماذا بي واحد ما نعرفش ديما تردوا بالكم هاو تشوفوا البلاوات هاي تشوفوا اخر زمان بنايه دخلت بيسين كيفاش في البيسين وحبلت الله اعلم. وفما وحود اخرين قالك لا والله مازلت بعد زدت سمعتها ما صدقتش قال لا هما يحكيو يقولوا من البيسين لكن لا هي بعد اكتشفوها عامله علاقه مع وليد اخر عمره 10 سنين مع 10 طفل 10 سنين ينجم تحبل منه بنيه الله اعلم. اما هما كي شفت في الوسائل الاولانيه قالوا لا هي بنيه مازالت عذراء. وعلى ذكر بنيه عذراء حكايه تجبد حكايه نتذكر روحي انا صغيره والله نحكي لكم بكل صدق كل حكايه حكيتها لكم ما نكذبش فيها. نتذكر زاد وانا صغيره نعرف واحده لا داعي في انا مش نذكر يا ربي تستر على وليانا من خطيبها حبلت من خطيبها. كي جاو يعديوا عليها
يلقاوها مازالت عذراء، أما هي عرّس بها الخطيب هذاك، كانت تعمل في علاقة مع علاقة مش كاملة يعني فهمتني، مع الخطيب نتاعها وحبلت، وهذه متأكدة منها و1000% والله، وهي راهي كانت باش تعرّس، وكملوا عرّسوا لها وكل، أما العرس نتاعها ما عادش، كانت باش تعمل حاجات أخرين، توا هي جدة، كانت باش تعمل حاجات أخرين لكن خاطر هي حبلت وكل تتسمى غلطت مع خطيبها وكل، ونهار العرس نتاعها عرست وخرجت عذراء وخرجت هاك الحكايات اللي نحكيو إحنا كيما نقولوا سورية وكل، وهي عذراء وحبلى. لا حول ولا قوة إلا بالله، نردوا بالنا وخزر تشوفوا البلاوات ونشوفوا خزر كيفاه بنية، يعني إنسان يمشي البيسين طب ما تجدش على بالك، يعني كان واحدة كبيرة مسكينة تمشي البيسين كان كيما اللي جرى على البنية هذه وهي صغيرة في البيسين، تصوروا كان جرى على بنية عمرها 17 و18 سنة وتحبل، يعني من لابيسي كيما يقولوا هما، يعني السائل المنوي يتعدى وما عادش كيفاش يقعد، هما ساعات واحدة مسكينة باش تعمل كتف للأنبوب ويخرجوه وهكا تلقيح ويحطوه في حكة كله بعد ما يعيش ويموت، كي ربي يبدا كاتب كي تبدا ربي كاتب الحاجة شوفوا كيفاه، نرجع قلت لكم كان مسكينة البنية هذيا 8 سنين ولا 10 سنين، شوف يعني دارهم كانوا حبوا يثبتوا كل يلقوها فيرجة، اما كان جات بنية كبيرة برا لين تاكلت ريحه، وكان جات في مصر يقتلوها حامل، تصور واحده حامل تجي تقول انت راهي من البيسين ولا من الحمام، استحاله، تو باش تفكر انها هي ماهيش عذراء وانها عملت عمله وانها فما برشا حاجات، هي من حيالين تمشي وتحلل ويشوفوها وباش يكتشفوا الحكايه هذيك، لا حول ولا قوه الا بالله. ولينا في زمان العجائب والغرايب، يعني اكثرش ما هي الغريبه هذه والله اخزر، انا الحكايه هذه قلت خلطت عليها على واحده نعرفها سنين، يكون 40 سنه لتالي الحكايه هذه صارت، ولا 45 سنه، انا صغيره صغيره يكون 45 سنه لتالي الحكايه هذه صارت، واخزر زدت سمعت بها اليوم كي كلمتني اختي قالت لي هاي فما حكايه كانت تحب تحكي عليها وراي قاعده شاغله الراي العام المغربي، بما ان هي البنيه مغربيه قاعده شاغله الراي العام المغربي وفي فرنسا زاده، وبالحق تكلموا عليها، يعني الحكايه صارت يعني ماهيش كذبه، خاطر تكلموا عليها بال الوسائل الإعلامية، وسائل إعلام فرنسية ووسائل إعلام مغربية زاد تكلموا عليها، نردوا بالنا إحنا عندنا صغيراتنا، نردوا بالنا على صغيراتنا، نردوا بالنا هاو لابيسين شنو يعمل، هزوا للبحر والبحر هاك تشوفوا تمشات بنية غرقت، لا حول ولا قوة إلا بالله، يوليش واحد يسكر على روحه في الدار، هاي بنية في وسط الدار يقولوا خطفوها، لا حول، والله هذه علامة من علامات الساعة، يعني شوفوا الغرايب اللي قاعدة تصير فينا احنا، يعني كل يوم تلقى حاجة صارت انت تقعد تحط يدك على خدك وتقول تو احنا في في زمان اللطف يا ربي، اللطف يا ربي، والله جيل هي ذي ما عملتش، عملت ايدها ساقة مسكينة بنية صغيرة. حبيت نحكي لكم الحكايه هذه باش نوقفكم، ردوا بالكم كي تهزوا صغيراتكم للحمام، بالحق كي جماعه اللي يعشقوا الحمام ردوا بالكم، راهم قبل ما تقعدوا في البلاصه، هو توا لا فما كل اللي تابي هذوك من تشراو يتحطوا، تردوا بالكم تسيقوا هالبلاصه بالكدا، خاطر الحمام راهو مش تدخل انت راهو في دارك انت تسيق وحطيت جافيل ونورمالمون اي حمام راهو يتسيق ويتحكم بالجافيل، اما انت لا، ملي تدخل مثال الشعب باش حط واحده شامبوان وعملت عليها البلاصه باش تقعد فيها انت، ونحط كل الطابيات هذوكم اللي تشراو، ردوا بالنا على صغيراتنا، حتى كي باش يمشيو البيسين ولا حاجه، ولو انه البيسينات مداوين هي حاله تصير في المليون، اما ايوا نعرف عليه انا الحاله من المليون باش تصير مع صغيري انا، ديما نكونوا حذرين، ديما نردوا بالنا على صغيراتنا، حتى مش المال مسخ ولا تصير جراثيم ولا تصير حاجه، نحطوا حاجه اخرى ان هي في البيسين وانت تبدا غافله في البيسين، تنجم تقع علاقه، تنجم ينجم يخرجوا ويمشوا تردوا بالكم هاهم حتى صغيرات وتشوفوا شنو صار، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي باقي الستر على وليداتنا وعلى بنياتنا يا ربي، ربي بعد علينا كل أذى، البنية هذه زاد كيما قلت لكم قاعدة تعبة مصورينها لنا وقاعدين نعملوا لها اليرام وكلهم مدخلينها وبرشا تحاليل، تو كان فما مستجدات جديدة يعني حاجات جديدة تو نقول لكم عليها، ولا انتم ادخلوا راهي موجودة في تيك توك، تدخلوا تكتبوا مريم البنت المغربية التي حملت من البيسين، هما كاتبين حملت من البيسين، تلقاو كل شيء مكتوب في التيك توك، على اليوتيوب ماهوش موجودة، خاطر انا في بالي دخلت لقيتها كان في التيك توك برشا حاكين عليها في التيك توك، لكن كي حبيت ندخل في اليوتيوب ما لقيتش، لقيت برشا قضايا كيف برشا بنات صغيرات كيفاش حبلوا لطف يا ربي، اما في هذه كانت اللي يحب يتفرج زاده يسمع مني انا وبعد يمشي للتيك توك يشوف يلقاها البنيه مريم هذيك ويشوف تصورات ويتفرج في تصور العائله نتاعها،
شاء الله ربي مسكينه يشفيها، وان شاء الله يحاولوا كيفاش ينحيوه لها صغيره، كيفاش يتصرفوا بها، مازالت صغيره هي بروحها، مازالت بنيه، مازالت بنوته مستحقه انها تلعب، مش انها باش تحمل وتتعذب وتجيب صغير. لا حول ولا قوه الا بالله. حبايبي واصحابي كما العاده، ولا لا تقطع لينا عاده، ما تنساوش باش تعملوا لي كومنتير تحفون. واذا واحد عاش قصه كيف ما اللي انا سمعتها وانا في صغري ولا توا، ينجم يكتبها لي في لي كومنتير. اللي اول مره يدخل قناه ثريا ويسمع حكايه من حكاياتي فضلا وليس امرا، نتمنى يعمل لي اشتراك ويفعل الجرس باش يوصل كل جديد. في الاخر كان ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين، الى اللقاء.